أقول بالبداية حيا الله أهل صحم، أهل صلالة، أهل القرم ومسقط. حيا الله بثينة الرئيس. الله يسلمك. جبتي لنا الحلوى، قالوا لي جبتي لنا الحلوى. موجودة الحلوة طال عمرك. المسقطية الخضراء. مسقطية وسلطانية. بارك الله. أنا بصراحة أعتبر بثينة بنيتنا، مع إنها بنت عمان بالأصل، لكنها أحسها بنتنا اللي ربينا معاها وربت معانا، اللي أحس فعلا لما تكون في مسلسل كويتي ما يختلف لا في اللهجة أو في الشكل أو في المضمون عن أدائها أي شخصية تكون داخل المسلسل. يعني أنا بصراحة ما يعني يقولون المت بالوي مذمة، لكن سامحيني أنا أحب هالشخصية. هالمعلومة أنت ذكرتيني بشيء أنا يمكن ما قلته قبل. أتذكر على أيام الثانوية كنت وايد أحب أتابع تلفزيون الكويت وأشوف الأبراج وأتخيل نفسي بالكويت، مع أنه ما كان ببالي ولا توقعت أني راح أي وأدرس وأكمل دراستي هني وأدش المجال الفني. فسبحان الله يعني ما أدري هل الشغل بعلم الطاقة أو شيء، ما أدري الشيء. كم تخيلت بعد شيء زيادة؟ ما أي والله كان صار يمكن منها للأعلى. احتمال. على فكرة بثينة أحيانا الإنسان وهو طفل يشوف شيء تمر عليه لحظة، لحظة قد تكون تمني، بس ما تدري الإنسان طبعا ما يدري إنه بالمستقبل راح يمر بهذه اللحظة وراح يصير اللي تمناه. سبحان الله. عسى ربي يحقق كل امنياتنا وامنياتكم وامنيات المشاهدين يا رب. امين. ابي اقول ان صراحه شيء ما ادري شنو اقدر اسميه، ضيفه شرف لكن تظل بوجودها طول الحلقات مذكوره. فكره وايد حلوه في للحب. صحيح. سارة شخصيه وايد تستفز اي شخص ممكن يكون قرأ مسلسل للحب كلمه. شخصية يمكن تظهر في يمكن 23 مشهد، ولكن تعلم للي يقرأ، فما بالك للي يشاهد. فلما قريت المسلسل وقريت الشخصية اللي عرضت علي ما حسيتها كثر ما حسيت سارة. فكلمت هي عبد السلام الله يمسيها بالخير، قلت لها هي أنا خاطري أسوي هالشخصية، وأنت تقول لي تم خذيها. وفعلا سويتها وجسدتها، والناس تفاعلوا مع الشخصية بطريقة يمكن أنا ما توقعتها، ونرسمت كاركترز ونرسمت رسومات وهي تبكي وتطيح وعلمت، والحمد لله يعني توفقت بهالشخصية. وهي بعد سوت في المشهد هذا ضافت لمستها الإخراجية وطلع مثل ما شفتوه وشافوا المشاهدين. في عندنا سؤال ثاني أيضا عن ضيف الشرف بثينة، ولكن خلينا نتابع هذه اللقطات لدورك في الحب. نشوف. كل حروف الحب ما توصف شعوري، كل غلاها الكون ما يعادل غلا، انت في دنياي يا عمري ضروري. ما ادري اصلا انت تحبني ولا قاعد تلعب بمشاعري؟ اثبت لي انك تحبني، كل ما قاعد تتكلم قاعد تطيح من عيني اكثر. اطيح من عينك لاني ابيك واحبك؟ شلون تبيني وتحبني؟ ممكن افهم شلون تبيني وتحبني وانت بتتزوج واحده ثانيه وعرسك بعد اسبوع؟ غصبا علي. لا تقول غصبا علي، احد يغصب احد على شيء. جاحظ بالك ابي اروح تركيا عشان اشوف بالي بيك، صح؟ تقولينها بعد ها؟ تقولينها؟ والله حرام عليك، ترى انت فاهم الموضوع غلط. واللي عافيك اذا جبتوا بنت اسمها ساره، علشان اسمي يتم معاك طول وما تنسى. بثينة، على ذكر السؤال اللي طرحته الزميلة إيمان، وايد ناس تفهم غلط شنو المغزى من ضيف الشرف. يعني أكيد الشرح عندك، خاصة إن لما يكون دور قصير لكن مؤثر بالأحداث، لازم من إنسان أو ممثل مميز أو مميزة، حتى لأن مبني العمل على اللحظات على اللحظات هذه بالضبط. أنا أيدك الرأي للأمانة، وبالذات دور نفس هذا كان المفروض يا يطلع بطريقة صح يا أنه ما راح يأثر نفس ما أثر. بالضبط. لو يابا ممثلة مبتدئة مثلا، لأن مشهد واحد أو مشهدين ثلاثة صحيح. ما راح يعطي التأثير الحس هذا بالضبط. وعشان كذي أنا كنت بس أفكر بهالمشهد شلون أسويه، ويمكن قعدت مع هي أكثر من مرة، هي شو نسوي،
خايفه كنت، لان اساسا المشهد مكتوب ان هي ترقص سامري. وكنت اتذكر تقولين ما ادري شلون هالسنه انا برقص سامري. تذكرين؟ فعلا كنت خايفه من رده فعل الناس ان شلون هي راح ترقص، فكنت خايفه من هالنقطه. وحتى مكتوب في النص ان احمد يشيلها. فكنت خايفه، حابه اني اسويها، بس في تفاصيل ما تتسوى في المجتمع الخليجي غيرتي فيها. فبالعكس هي كانت وايد متعاونه في الموضوع، قالت لي بثينه لا تحاتين، راح نسويه بطريقه نوصل المعلومه ونوصل الحس بس بحدود الخطوط الحمراء اللي عندنا. وفعلا هذا اللي صار. هذا اللي صار الحمد لله. الناس حست ان هي جت وسوت كارثه بالعرس، بس ما قالت لا والله بثينه سوت شيء غلط ولا سوت شيء ممكن ياثر على، يعني احنا تدرين كمجتمع لنا عادات وتقاليد يمكن يربطونها بالمسلسلات ساعات، شلون لبست كذي، شلون مثلت كذي، شلون رضت بهالدور. فالحمد لله احنا سويناه بالسيف سايد. بالسيف سايد. ممتاز. يعني انا اقول لك دائما اللي احبه في بثينه انه ليش اقول بنيتنا، لان في وايد فنانين مع احترامي لهم لما اقول لهم والله شلون تأدون هذا المشهد يقول لا ما يتأدى غير كذي. انت كسرتي لي هالقاعده. ترى انا حبيتها، خلاص لا تسوين دعايه. لا انا مو قصدي تحبها، هي محبوبه اساسا. انا بالنسبه لي قاعد اقول شيء، قاعد تطالعيني وتقولين ترى لا يعني الرساله اوجه لك. انا احبها فنيا طبعا واتابعها واشوف اعمالها دائما واتابع طبعا، يمكن مو كل الاعمال لكن انا دريت بموضوع ان للحب كلمه ماخذ اعلى ريتنج في المتابعه عندكم في الوطن. مو بس عندنا بالوطن، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. بالضبط. من بالضبط. بداية رمضان ما شاء الله. وهو فهذا شيء وايد حلو، ان دل يدل على ان النص قوي. وان فهد العليوة ككاتب يعني شقول فرد عضلاته صح. وعلى ان الحلقة الأولى البداية كانت بضيوف ضيوف شرف مميزين بالتأكيد. فأنا أشكره على هالنص الحلو، نتمنى نشوف أحلى وأحلى السنوات القادمة. هو ككاتب ما نقدر احنا نقول الا انه هو كاتب مميز. بثينة الدراسة في المعهد تطلع طاقة الطالب واللي بيدرس التمثيل، فيكون في أدوار صعبة وأدوار حتى لغة الجسد. لا تذكرني صرت الشيرة وصرت تعبان وصرت شو اقول لك، انت بعد يعني انت طالب صح، كنت في المعهد في يوم من الايام. بالضبط. فعارف الموضوع شنو. عارف، عشان كذي قاعد اسالك شنو احساسك لما تطلعين برا وتبتدين تمثلين في الاعمال؟ ما توحشك الجستات والله للامانه هي ما توحشني لسبب، لان احنا في العيد قاعد نسوي هالشيء حق الطفل، لان احنا قاعد نقدم مسرح طفل. والسنين اللي طافت اشتغلت مع محمد الحملي، وكان حريص على انه يوظف اللي تعلمناه في المعهد على خشبه المسرح. طيب. فما كنت اشتاق، لانه كان يتعبنا يطلع روحنا بالمسرح، بس كنا نطلع بعمل حلو. والاصابات اللي كانت تصير على الستيج تذكري انت كنتي المؤازره دائما. كانت الام الروحيه وراء الكواليس، انا ما انكر هالشيء. ونجبر ونشوف وكليته وما كليته، لانه دائما شوف انا متهمه دائما بان اعمال اثني على المجهود اللي يقدمونه ناس قاعدين يعطون من عافيتهم من صحتهم من وقتهم لهذه الاعمال. اخطاء الاعمال نتكلم عنها بكل صراحه، واحنا ما قاعد ننتقد شيء شخصي. اكيد صح. لكن انا اقول يعطيكم الف عافيه، تستاهلون بصراحه. الله يعافيك. الله يعافيك. فمزاوجه بين الاكاديميه والعرض التجاري هذه معروفه عند الحملي. اي بالضبط. فالسنه انا شوي غيرت، راح اشارك مجموعه مختلفه، وايضا تحت قيادة المخرج المتميز عبد العزيز صفر. ما نختلف على أنه مخرج مميز ومدرسة مختلفة عن مدرسة محمد الحملي. طبعا هو كأقدمية وكأساس تعلمت منه شيء جديد، تعلمت منه شيء وايد مختلف. فأنا سعيدة بهالتجربة، والله يوفقنا إن شاء الله في عيد الفطر مع المجموعة. إن شاء الله أكيد. بعد الفاصل راح نرجع أكيد نستكمل حديثنا وحوارنا. رجعنا وكلينا وحلينا، والحين شربنا قهوة. نكمل لقائنا الحلو، نزيد الحلو حالات مع لقائنا الحلو مع بثينة. نتكلم عن دورك الصعب في بسمة منال. بسمة منال أتذكر قبل سنة قبل سويت دريمز كان قبل سنتين. قبل سنتين زارنا المؤلف محمد الكندري المسرح، ما ادري كنتي موجودة ولا لا. كان تو كاتب رواية اسمها رصاصة منال.
فكان متحمس لها وكان يبي يهدي الكاست الروايه. فلما ياني قريت قلت له الله التايتل حلو، منو منال؟ قال لي ايش دراك انا قريب هذه ان شاء الله راح نسويها مسلسل. قلت له بس انا منال على غشمره طبعا ولا كان ببالي الموضوع نهائيا، وضحكنا وسولفنا وبارك له على اطلاق الروايه هذه. مرت الايام صار الاتفاق على اني اجسد شخصيه منال. قلت هذا نرجع حق موضوعنا الاولي في بدايه الحلقه لما شفت الابراج تذكرون. انت قاعد تتمنين اشياء بمكانها. فصارت يعني صار النصيب اني اقدم شخصيه منال في هذا المسلسل. كنت خايفه من هالدور لان الدور في مراحل مختلفه، شلون هي يعني تنسجن ظلم، وشلون تدافع عن نفسها، وشلون المحاميه بسمه تترافع عنها، وشلون بالنهايه يكتشفون الناس انها مظلومه. وايضا منير الزعبي ما شاء الله وظف خبرته الاخراجيه في هذا العمل. كل حلقه نشك بشخص غير، كل حلقه في متهم غير، لدرجه ان شكيتوا فيك في الكل اغلبهم، يعني مسؤولك المحاميه حتى انا شككوني فيني بالضبط. طبعا فالكل حتى بسمه اللي هي المحاميه شككوا الناس فيها. فمن القاتل بالنهايه الله اعلم. ما اقدر اضغط عليك، بس خلونا نشوف اللقطه. فراس واي فراس، وهذا انت كل ما جيت جابلتك مجاب لي هاللابتوب بس خلاص هذا شغل. منال شلونك؟ الحمد لله تحت رحمة رب العالمين. كل اللي عارفه ان انا مظلومة، صدقيني انا وايد متضايقة من هالشيء. انا شفتك اول مرة بالرماية، بس انت تذكر وقتها شنو قلت لي؟ شنو؟ ايش فيك؟ انت تشوف اللي انا قاعد اشوفه؟ ايش قاعد تشوف؟ رقق عينك طالع هناك، انت ما تشوف طالع البنيه هذه. هاي كابتن، ايش رايك اليوم بالاهداف؟ الله ينور، 100 100. تمام؟ تنفع مدربه كمان. مشكور يعطيك العافيه. يلا نستأذن. مشكور. احنا اكيد حريصين قطاعاتنا الاعلاميه تظهر دائما بصوره سليمه وصحيحه وتحوز دائما على رضا المتابعين. علشان كذي جمعت مجموعه من الافكار الجديده في هذا الملف. يا ليت لو تطلع عليها ونرجع نناقش هالافكار في اجتماعنا القادم ان شاء الله. هل ممكن هالشخصية الطيبة هذه ممكن تذبح؟ ما أعتقد. مسكينة منال، مسكينة. كلها منك يا محمد الكندري، بس الله يسامحك. طيب يعني الدور صعب، يعني في مشهد قبل شوي الرماية لما يكون في تمثيل بواسطة عنصر ثالث أو اكسسوار مو كل لا كان صعب. احنا قعدنا تقريبا عشان تحققين الألفة بس يطلع طبيعي. قبلها ب5 ساعات قبل لا نصور مشهد الرماية قعدنا أنا وأخوي أحمد إيراج ومنير الزعبي نتدرب احنا الثلاثة. ما ادري منير ليش تدرب اساسا، بس انه تدرب عشان معانا يحس عشان يحس ويخرج المشهد. فقعدنا نتدرب شلون مسكة المسدس نفسها وشلون تصوب على الهدف، ويعني الديتيلز لازم تكون صح 100% لان هي شخصية اصلا رماية، وحتى المشاهد يقتنع انه فعلا انت رامية يعني. بس انصحكم في الشيء هذا، الكبت اللي فيك ممكن يطلع بساعة وانت قاعد ترمي. جربته يوم سويت البرومو مال وجهة نظر. شنو شعورك كان؟ تحسين انك انت يعني سوري بالتشبيه طورقتي احد، طورقتي وارتحتي. طلع كل شيء طلع، الطاقة السلبية اللي فيك طلعت بالضبط. ففعلا شيء ممتع، لازم تجرب الرماية ممتع نجرب ليش لا. والفروسية واحيانا يمكن بالمستقبل دور تاريخي جربتي الفروسية؟ جربت كل شيء وانا صغيرة، بس على كبر الرماية الله يستر عاد من راح نرمي الله يستر. بس اذا عندك هذا خلها هي بروح. لا احنا بالمعهد دربونا على الشيش، سلاح بالضبط. بس عندك وقت حق هواياتك الخاصة من بين والله أكذب عليك إذا قلت في وقت. الفترة الأخيرة لا، يعني
عندي وايد هوايات يمكن. كنت على السباحه فتره. سباحه، اعشق السباحه، بس الفتره اللي طافت امارسها كنت بالسفر، مره واحده مسافره نمارس هواياتنا بالسفر. حلو. بس هني الوقت شويه ما يسعفنا، لان ما شاء الله كل سنه الاعمال تزيد، اكيد كل سنه الضغط يزيد، كل سنه الشغل يزيد، فالوقت الخاص فينا يقل، وقتي لنفسي يقل. فبالعكس هذا شيء حلو، بس لازم الواحد يطلع له وقت حق نفسه. اكيد. هاي نصيحه لك، انت بعد زعلانه من هالموضوع. وايد. بثينة دورك في بسمة منال يمكن ما راح نقول الأحداث، لكن يتطلب تمثيل من نوع خاص. نبي نتكلم أيضا عن تجربتك هذه اللي هي لما تكونين سولو بدون حوار، وإظهار المعاناة وإظهار الأشياء اللي تدور في المخيلة. شلون أديتي هذا الدور وخاصة الصعبة؟ للأمانة أنا نفسيا كنت تعبانة، لأن إحنا صورنا في السجن نفسه، وقبل لا ندش السجن ونصور فيه سمعنا بعض لا ما كان في، الحمد لله هم هيئوا لنا مكان خاص فينا للتصوير وفصلونا عن السجينات. بس لما تسمعين يعني المواقف اللي صايرة والأسباب اللي خلت بعض الأشخاص يدشون السجن، نفسيا تتضايقين. فكنت أنا متضايقة من المكان ونفسيا. والمشاهد فعلا كانت بدون حوار، مجرد معاناة بالحلقة الأولى والثانية والثالثة. سيناريو شلون هي تظهر معاناتها الداخلية، وشلون هي تظهر ان هي مظلومة يا ناس، وبس خلاص وصلت مرحلة انها ما تقدر تحكي، ما تقدر تعبر، بس تبكي، بس دموع، بس دموع. فهذا شوي تعبني، بس الحمد لله المشاهد هذه احنا خلصناها طبعا بمجهود الكاست في يوم واحد. حلو. فالتعب طلع بيومها والنفسية طلعت بيومها، وخلصنا بيومها ومسحت هذا كله ورديت البيت طبيعية. ان شاء الله ما يكون في مشاهد ثانية بالسجن. لا ان شاء الله لا، لأنه صدق معاناة. طيب انت تأيدين انه يكون الفنان في اكثر من عمل، لكن يختلف من عمل الى اخر؟ انا صراحة أأيد، وبنفس الوقت في الفترة الأخيرة صايرة ضد الموضوع، لأن لاحظت أن المشاهد صار إذا كان ناضج قبل 50% اليوم 100%. صح. دقيق، كل الدقة، شنو لابسة، شنو رياكشنها، شعرها ما تغير من المسلسل اللي طاف، معناته هي بس يلا بشتغل 5-6 أعمال. صح. فدقيق. والمشكلة مع السوشيال ميديا قاعد يعبر بكل صراحة، وتقرأ في الكومنتات سرعة وانتشار، وتقول معقولة أن المشاهد قاعد يدقق في أدق التفاصيل. فلا، لازم إحنا نكون حريصين أكثر الحين، لأن الحين ردة الفعل قاعد تصير مباشرة، دايركت، ما في مجاملة ولا 1%. اكيد. يعني ستريت فورورد، أنت سويت 1 2 3. وساعات بكلام جارح وقاسي قد يكون في بعض الاحيان، لان مو كل الناس لها الاسلوب انها تعبر بالنقد بطريقه صحيحه. فبالعكس انا مو ضد اني انا اكرر نفسي في اكثر من عمل، بس لازم اكون حريصه كل الحرص ان هذا يكون غير هذا 180 درجه. حلو. بعد الفاصل ان شاء الله تفاصيل اكثر مع بثينة الرئيسي. الله يعينكم ويعطيكم الف عافيه. العيد هلاله يا ايمان. بالضبط. مستعدين احنا ان شاء الله في مسرحيه اسمها بياع الجرايد، تأليف المؤلف المبدع بدر محارب. طبعا الرواد النصوص المسرحيه كاتب نص جدا جميل. اي ويلكم باك. وانا كنت وايد متحمسه لهالتجربه، لان كمؤلف وهو من المؤلفين المهمين، وايضا مخرج هذا العمل من المخرجين اللي انا كنت اتمنى اني يعني اقف امام توجيهاتهم. فتجربه وايد انا كنت متحمسه لها، وما خاب ظني. شيء جدا مميز مع الانتاج للمره الاولى حمد العماني، اخوي وصديقي حمد العماني مسوي عمل. حتى اسمه بالنسبه لك يريحك، لان العماني وانت عمانيه. ما رحنا بعيد. والمجموعه جميله، حسين المهدي، نور، غدير السبتي، ليلى عبد الله، ميثم بدر، مجموعه حلوه. فاطمه القامس مسويه شيء حلو كديكور وازياء، ففي ابهار للطفل، مسوين شيء جديد، فكره جديده. ودعوه لكل الاهالي والاطفال لحضور هذه المسرحيه. كل الاسامي اللي ذكرتيها هادين بالطبيعه. صحيح. البروفا شلون صايره؟ لحظه، منو هادي؟ حسين المهدي؟ لا بس حسين. حسين بروحه ما شاء الله عليه تبارك الرحمن.
زوبعه باللوكيشن يعني بعدين إيه هادين. يعفسنا ويروح ما شاء الله عليه. بس ملح اللوكيشن ما شاء الله عليه، لانه هو خفه دمه وروحه الحلوه. طبعا يسوي لنا لويا، بس يلا ما عليه حسين طوفها لك. الله يتمم عليك. هي المسرحيه الكبار ولا هي للاطفال، هي مو لفئه عمريه معينه، لانها من تاليف بدر محارب. بدر محارب معروف في كتاباته انه ما يخاطب بس فئه عمريه معينه، فيها قصه، فيها بدايه ووسط ونهايه، فحتى الاهالي راح يستانسون انه والله صار كذي، شلون صار كذي، فيها هذه الروح، عرفت انه فيها حبكه. أنا بس يعني أسأل، لأن إذا كانت للأطفال وتقدمون أنتم أكثر من عرض، عادة تمثيل للطفل يحتاج مجهود باور أي. عشان ومبالغة حتى، باور. فشلون تعاملين مع إنه يكون 3 أو أكثر من عرض واحد؟ في هالمسرحية العنصر المهم مو بس الممثلين. الحلو في هذا العمل ان العنصر الابهار مو بس في تمثيلنا، العنصر ايضا يعني في عناصر مهمه اخرى تساعد على ان احنا نبهر الطفل، مثل الازياء والالوان والمسرح. فهذا كله راح يكون يخدم بعضه على ان تطلع المسرحيه بصوره مبهره للطفل. والحمد لله المجموعه حلوه وكلنا فينا روح العطاء، فنفس اللي بنقدمه في العرض الاول راح نرد نقدمه، وان شاء الله بعد احلى واحلى في العرض الثاني. ففي باور واحنا مستعدين راح نقدم شيء حلو ان شاء الله. تسترجعين ايام بروفات المعهد اللي من 12 الشجره والثعبان، او من يوم ليوم يعني عادي ما نروح بيوتنا. بالضبط هذا هو. فراح نقدم شيء حلو ان شاء الله، في انتظار زيارتهم لنا في العيد. وين راح تكونون؟ راح نكون في مركز تنمية المجتمع في القصور إن شاء الله. في القصور. يعني أتوقع إيمان أنا تعودت عليك كل سنة. قهوتي والحلو موجودين. حبيبتي أنا ناطرتك من أول يوم لخامس يوم. أرفع عليك عيون. 3 عروض باليوم؟ أول يوم أتوقع عرض، ثاني يوم عرضين، وقابل للتمديد إن شاء الله. الساعة كم والساعة كم؟ 5 و7. أول يوم إحنا عرضنا الساعة 5. أنت كبري الدلة. كبري الدلة. احنا ما نبي وين مسكينة؟ نبي مطاطير كانت مسكينة، بس الجروب أصغر يعني. قطعت كلامك، كنت تقولين أول عرض أول يوم عرض بعدين يومين. الثاني عرضين واحتمال نفتح 3 و4 إن شاء الله. إن شاء الله. يعني نقول إن الرسالة مثل ما فهمت أستاذ بدر، إن شاء الله يكون هذا المفهوم، إن الطفل إذا حضر يشوف عالم طفل بالضبط، والكبير إذا حضر يفهم رسالة من بين السطور. بالضبط. دائما كتاباته كذي. بالضبط. هذا اللي هو وصل لنا احنا واحنا نقرا النص، ولما ضاف طبعا عزيز صفر لمساته الإخراجية هم وضحت الصورة أكثر وأكثر أن فعلا هي المسرحية ما تحاكي فئة عمرية معينة أو عقلية معينة، فالكل راح يستمتع. بثينة يعني حتى لا ياخذنا الوقت، وهذا سؤال يتعلق بسلطنة عمان الشقيقة. أنا أحب عمان أمانة، الله يخليك، والواحد يخاف يسافر خوفا من كرمهم أمانة، مو خوفا من شيء ثاني. ولكن بثينة يعني أنا لا تزعلين مني، من حبي لعمان أشوف الأجيال اللي قاعدة تأتي من عمان في جاب سنوات ما بين جيل وجيل. فهل نتوقع ان شاء الله تطلع ممثلات جديدات او ممثلين شباب من عمان؟ منو تتوقعين؟ عمان فيها طاقة فنية رهيبة، وفيها طاقات شبابية يعني فظيعة، وشفناها بالمعهد. كان في طلبة وطالبات من خريجي المعهد من سلطنة عمان، عندهم كانت مواهب رهيبة، ولكن ما شفناهم. يمكن احنا عندنا يعني مشكلة في الدعم، دعم الحركة الفنية موجودة، ولكن قليلة. ما يخالف، بالعكس هذا ما يمنع انه قاعدة تطلع عمان ما شاء الله، قاعدة تطلع. وفي كذا فنانة الفترة الأخيرة أعتقد يعني غادة الزجالي، غدير الزجالي، أعتقد في أسامي جديدة طالعة. تتوقعين لهم إن شاء الله؟ أكيد لهم، أكيد إذا استمروا واجتهدوا راح يقدمون شيء جميل، وراح يصيرون إضافة للحركة الفنية العمانية. ونتمنى أنا هالرسالة ودي أوجهها، أن نتمنى يكون في دعم أكبر، علشان الناس ما تلومنا ليش ما قاعد نشوفكم في الأعمال العمانية، علشان يشوفونا في الأعمال العمانية. عمان فيها لوكيشنات رهيبة، فيها طبيعة رائعة، فيها تاريخ كبير، فيها حضارة رهيبة. فإحنا نبي نطلع هالشيء،
نبي نقول للناس ترى احنا عندنا بس محتاجين الدعم. فاذا صار الدعم راح يشوفون شيء نشوف هالوجوه الطيبه الله عندنا في يخليك. الديره، ونكون احنا ايضا ما بيقول بوابه، لان الخليج كله صار بوابه. صحيح. لانه يطلع منا خليجيين، ما عندنا نقول هذا كويتي، هذا قطري، هذا بحريني، هذا سعودي، هذا عماني، لا كنا نقول هذيلا خليجيين. صحيح. فوايد حبيت الموضوع ان احنا بدينا نصير اسم خليجي الحمد لله. وليس بجنسيه واحده. أكيد. الله الحمد يديمها لله. علينا نعمه. امين يا رب العالمين. وانا سعيده اليوم بهاللقاء وسعيده بشوفتكم. يمكن صار نفس مو روتين نسميه، صار نفس عاده الله لا يقطعها علينا. بالضبط، عاده الله لا يقطعها علينا. وناطرتك بالمسرح ولو شوف انا ضروري. اي المسرح تجين السنه الجايه ان شاء الله ان الله اعطانا عمر البرنامج. تم. حلو. تم. كل عام وانتم بخير بثينه، وانت وشكرا بصحة على الحضور. وسلامة. شكرا. بارك الله فيك. اذا شكرا بيكنتك. بالضبط. شكرا شروق سالمين. ورجاء لا اشوف بالمسرحيه الياهل يم خدامه. تبي تروح مع ولي امر؟ اهلا وسهلا. شكرا. بالطرشه مع الخدامه. شكرا. تصبح على خير. شكرا.